تعرف ان بقالي شهر عاوز اعمل الفيديو ده؟ الفكره موجوده في دماغي، المصادر مفتوحه في مليون تاب، واسم الفيديو كتبته واتمسح يمكن 10 مرات. كل يوم اقعد اقول نفس الكلمه، بكره ان شاء الله بكره، وبكره يجي وما اعملش حاجه والفيديو لسه موجود ما اتعملش. تيجي تقول لي دلوقتي يا ولد هزقان، اقول لك بالظبط يا ولد هزق احنا، لحد ما قلت خلاص الفيديو ده هيبقى عن التسويق. السؤال اللي دايما بيلف في دماغي مش اللي هو احنا ليه بنسوق، احنا ليه عارفين ان التسويق بيأخرنا وبيضرنا بس بنعمله؟ وده اللي ملايين من الناس اتكلمت فيه على مر السنين، وعلى الاغلب انت بتعيش الحاله دي دلوقتي. فيلا بينا نشوف ايه حكايه التسويق ده. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن ليوناردو دافنشي، ان هو ما كانش مجرد رسام، ده كان رسام وعالم ومهندس ومخترع وشاعر وترابط بلياردو وبنج، والناس بتوصفه انه ربما يكون اكتر انسان موهوب عاش على وجه الارض. وبرغم كل ده بقى كان اكتر انسان مسوف انا شفته في التاريخ. عارف لوحه الموناليزا؟ رسمها في 20 سنه، تخيل قعد 20 سنه في لوحه واحده. ولوحه العشاء الاخير ما خلصهاش الا لما الممول نفسه هدده انه مش هيدفع له. يعني تخيل ان اعظم عبقري في التاريخ مشكلته ما كانتش في الامكانيات، ولا كانت في الموهبه، ولا كانت في الوقت، مشكلته كانت في التسويف او الكسل. فانت عارف انك هتشوفني بهري دلوقتي على ليوناردو دافنشي، قول لي يا حسين هات لي واحد كمان، اقول لك فيكتور هوجو. عارف فيكتور هوجو؟ ده كاتب فرنسي، ممكن تكون عارفه من البؤساء، ممكن تكون عارفه من احدب نوتردام، ممكن ما تكونش عارفه خالص. المهم يعني ان فيكتور هوجو ده كان عبقري، بس عبقري بيسوف. سنه 1829 الناشر بتاع فيكتور هوجو كان طالب منه روايه، وكان ديدلاين في ابريل 1829. قال له تمام. هوجو قال له يا سيدي تمام. ابريل جه، فين يا عم هوجو الروايه؟ مفيش روايه. لكن الناشر اتصل بيه قال له يا ابني فين الروايه؟ قال له انا شغال اهو. قال له شغال فين؟ ما شفناش منك حاجه. قال له لا ما انا بكتبها في دماغي. راح قال له بقول لك ايه، احنا مش هننشر افكار، احنا هننشر ورق. فالناشر هدده طبعا انه يرفع عليه قضيه. قام هوجو قعد يتفاوض معاه، ايه رايك كده تمدلنا الديدلاين لحد يناير 31؟ قال له ماشي يناير 31، بس لو ما نشرتش بعدها انا هعمل لك محضر ابن فجر. اتفقنا؟ دلوقتي واحد يقول لي خلاص اهو معاه 8 شهور، تمام، اول الدنيا بتهدها في 8 شهور. جه يناير 31 وهو لسه ما خلصش حاجه. هوجو يسكت؟ قال لك لا ما هيعمل لي محضر. راح لم كل هدومه واداهم للخدام بتاعه، قال له بص انا لو اتشقلبت ما تدينيش الهدوم دي. ليه بقى عمل كده؟ عشان ما يضطرش ان هو يخرج من المكتب، فما يبقاش قدامه غير انه قاعد ويخلص الروايه. جاب ازازه حبر قد كده اهو وقعد يكتب، قعد 12 ساعه في اليوم يكتب، وكان كل ما يخلص صفحه يديها للخادم بتاعه من تحت الباب، عشان هو عارف انه لو خرج هيتلهي في اي حاجه ومش هيكمل الروايه. وفي يوم 14 يناير 1831 خلص الروايه احدب نوتردام، واحده من اعظم الروايات اللي اتكتبت في تاريخ الادب. واحد يقول لي خلاص طب انا دلوقتي مش هخبي هدومي، اخبي ايه؟ موبايلي؟ انا اقول لك لا، الحل مش كده، الحل اكبر من كده. بس انا بس حكيت لك القصه دي عشان تفهم ان العبقريه لوحدها مش كفايه، لازم انضباط. عشان كده تعالى نفهم بقى ايه اللي بيحصل في دماغك بالظبط وقت التسويف. القصتين اللي قلناهم دول بيخلونا نسال سؤال واحد، ايه اللي بيحصل جوانا لما نسوف؟ ليه ليوناردو دافنشي وهوجو وانا وانت نبقى عارفين الصح وما بنعملوش؟ وهنا اسفا مضطر اخدك في رحله لمده 2000 سنه، روح ايام اليونان الجميله. في راجل قاعد كده على صخره اسمه ارسطو. ارسطو كان قاعد بيفكر في نفس المشكله اللي انا بكلمك فيها دلوقتي، واداها اسم يوناني اللي هو اكارسيا، ودي معناها ببساطه انك تعمل حاجه وانت عارف انها غلط، انك تاجل حاجه وانت عارف ان ده غلط. ارسطو قال لنا الانسان فيه جزئين، جزء عقلاني بيحسبها قبل ما يتصرف، وجزء انفعالي بيمشي ورا المشاعر. فلما الجزء الانفعالي ده يغلب الجزء العقلاني كده انت والعياذ بالله بقى عندك اكارسيا. يعني تخيل من 2000 سنه قبل علم الاعصاب وقبل المسح الدماغي وقبل اي ابحاث اتعملت، راجل عادي قاعد في اثينا قاعد يقول لك المشكله مش في المعرفه، المشكله في اللحظه اللي عزيمتك فيها بتتكسر قدام احساسك. طبعا بعد 2000 سنه العلم جه لنا استمر. طيب يا حسين انا عايز افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، يعني دماغي بيحصل فيها ايه؟ طب خلاص تعالى اخدك معايا رحله للاوضه اللي جنبي. تخيل مشهد دلوقتي بيحصل معانا كلنا، حصل معايا وحصل معاك. انت قاعد الساعه 8 بالليل، وراك مذاكره قد كده، وراك شغل قد كده، وانت عارف انك لازم تبدا تذاكر وتبدا تشتغل، كمان حاسس بالذنب، يعني اللي هو انت خلاص مالكش مفر غير انك تشتغل، تقعد على المكتب تفتح اللابتوب تقعد تروق بقى الديسكتوب كانك هتنشر غسيل، تلاقي نفسك بتعمل اي حاجه غير انك تذاكر. ممكن تلعب سوليتير حتى، تقول لا تفتح يوتيوب تشوف بس الفيديو ده، تفتح تيك توك تشوف بس الفيديو ده، تقوم تعمل قهوه، ترجع تتامل في السقف، تسمع اغاني، بعدها تلاقي نفسك خلاص كده قاعد كده تقول خلاص بقى يعني بكره هبدا جامد قوي. هنا اغلب الناس هيقعدوا يقولوا لك انت كسلان، بطل دلع، بس انا مش جاي اقول لك كده، انا معاك. لان الحقيقه اللي العلم وصلها لنا دلوقتي واللي ارسطو قالها من زمان، ان انت لما تسوي المهمه اللي عليك فانت مش بتاجل المهمه، لا انت بتاجل الاحساس اللي جاي مع المهمه دي. بمعنى يا عم في مهمه بتفكرك انك فاشل، فانت مش هتعمل المهمه دي لانك كل ما تعملها هتقعد تفتكر انك فاشل، فانت مخك مش عايز يعملها. يعني لو مطلوب منك ترسم رسمه خلال اسبوع، فانت مخك رابط انك لما تيجي ترسم رسمه فانت هتقعد تفكر تقول طب افرض الرسمه ما عجبتهمش، افرض الرسمه طلعت وحشه، افرض كل دي مشاعر سلبيه عليك. فبالتالي مخك مش بيأجل الرسم لكونه مش عايز يرسم، لا هو بيأجل الرسم لكونه كاره الاحساس اللي بيجي لك لما بترسم. فمخك بدل ما يواجه التهديد النفسي ده يعمل حاجه عبقريه جدا وغبيه جدا في نفس الوقت، انه يهرب. مش عشان هو بيكره النجاح، عشان زي ما قلت لك بيكره الاحساس المؤلم اللي بيجي لك لما تعمل الحاجه دي. في علم النفس في تصور بسيط جدا عن التسويف، ان التسويف نوع من انواع اصلاح المزاج على المدى القصير. يعني بدل ما تعالج المشكله فانت تعالج شعورك المؤقت تجاهها، وده بيفسر ليه لما تسوف او لما تهرب بيجي لك شعور راحه كده وتقعد مرتاح. وهنا نيجي لاخطر نوع من انواع التسويف، وهو التسويف المتنكر بهيئه انتاجيه. يعني ايه الكلام ده يا حسين؟ يعني تخيل معايا ان انت عليك امتحان بكره وانت مش بتذاكر. يعني تخيل ان عليك امتحان بكره ولسه ما فتحتش الماده، فانت بدل ما تقعد تذاكر وتلم الهم اللي
اللي ما يتلم تبتدي تفتح فيديوهات على اليوتيوب، فيديوهات موتيفيشن، ازاي تلم المنهج كله في كيسه سمراء، ازاي تبدا قبل الامتحانات باسبوع، ازاي تنظم وقتك، ازاي. فانت هيبتدي يتهيألك انك بتعمل حاجه مفيده وانت في الاخر انت بلح. تبقى فاهم انك بتحضر للحاجه دي بس انت للاسف مش بتحضر، انت عمال تهرب. ايوه انت عمال تهرب، عارف انك عمال تهرب زي ما انت فاتح الفيديو دلوقتي، ما هو ده هروب برضه. طب ليه يا حسين مخي بيعمل كده؟ الحقيقه ان مخك مش شرير، مخك كسلان، او خلينا نقولها بطريقه اشيك، مخك اقتصادي، بيحب يوفر. يعني بيسال نفسه دايما ايه اقل تكلفه نفسيه دلوقتي، ولو الاجابه كانت الهروب فهو هيهرب. وفي فكره اسمها الخصم الزمني، ان مخك بيدي قيمه اكبر للحاجه القريبه وبيدي قيمه اقل للحاجه البعيده. يعني اقعد اسوف واخد راحه دلوقتي، ولا اتعب على نفسي واخد انجاز بعد شهر؟ يعني نقلب في ريلز دلوقتي ونتبسط، ولا نقعد نشتغل ونكبر مشروع هينجح مثلا كمان شهرين؟ يقول لك لا يا عم اتفرج على ريلز وتبسط. يقول لك لا يا عم سوف دلوقتي، حد ضامن يعيش شهر؟ فاللي هو حتى لو انت بكل وعيك عارف ان مصلحتك في الشغل او في المذاكره، فانت بتختار حاجه قيمتها اقل لمجرد انها قريبه زمنيا. وده اللي بالظبط اللي بيخلي اخر 24 ساعه قبل اي حاجه تكون دايما منتجه. تلاقي فجاه اللي ما كانش قادر يكتب سطر واحد كتب لك مقالات، فجاه اللي ما كانش قادر يفتح برنامج هتلاقيه شغال 10 على 10. مش لانه اتحمس او بقى موتيفيتد، لا، لان المسافه الزمنيه بين التاجيل والعقوبه قلت، فالمخ ابتدى يحس بقيمه الخطر. وفي كذبه دايما منتشره جدا بنشوفها في كل حته، الا وهي كذبه ان انا بشتغل احسن تحت الضغط. ودي من اكتر الاكاذيب المريحه في الوقت اللي احنا عايشين فيه، انك تحسها كده بتحفظ لك كرامتك. يعني بدل ما تقول انك خايف ولا انك هربان تقول لا يا جدعان انا ليا نظام في الشغل. واحد دلوقتي يقول لي لا يا عم حسين انا بحب اشتغل تحت ضغط، اقول لك ممكن، لكن ده مش معناه ان الطريق اللي وصلك للضغط ده كان صح. يعني ما يبقاش قدامك شهر مثلا قبل الامتحان وتيجي تزنق نفسك انت الامتحان وتقول لي بحب الضغط، لا انت كده بتحب نرجع بقى لعمك ارسطو. ارسطو قال ان الشخص اللي في حاله اكارسيا ده او في حاله التسويف بيكون اشبه بالشخص السكران. يعني هو مش غايب ومش فاقد الوعي، يعني لا هو واعي وعارف قيمه المشكله كويس. المشكله بقى انه بيكون عارف وبيتألم وبيأجل، وهنا بتيجي دايره ما بتخلص، تأجيل في ذنب، في جلد ذات، في احساس ان المهمه بقت اصعب فيجي بعدها هروب وبعدين تعمل ذنب اكبر. كل ده مش علاجه جلد الذات، خلي بالك. الباحثه فوشيا سيروس، اسمها فوشيا، قعدت سنين بتدرس في التسويف ده وقالت جمله مهمه جدا. قالت ان الشخص اللي بيسوف غالبا مش محتاج اهانه اكتر من اللي هو فيها، لان هو اوريدي بيهين نفسه. هو محتاج طريقه افضل انه يتعامل مع الانفعال او الاحساس اللي المهمه دي بتسببه له، اللي بيسوفها يعني. وفي حاجه لازم تعرفها عن نفسك، ان كل ما المهمه اللي انت عايز تعملها كانت مرتبطه اكتر بهويتك كل ما زاد تسويفك ليها. يعني لو انت بتعمل شغل مثلا اليوتيوبر فانت هتلاقي نفسك بتعمل الشغل عادي، لكن لو انت بتعمل الشغل لنفسك انت كيوتيوبر هيبتدي التسويف بتاعك يزيد. ليه؟ هتقول طب العنوان ده مش احسن حاجه، طب الصوره دي مش احسن حاجه، طب الفيديو ده مش احسن حاجه، السكريبت ده مش احسن حاجه. هتلاقي نفسك عمال تسوف نروح بعيد ليه زي كده. فمخك هيفضل انه يخلي الحلم نضيف في مخك بدل ما يوسخه بالواقع. وعشان السبب ده في احلام كتير اتدفنت، مش بسبب قله الموهبه، لا ده بسبب تاجيل البدايه، لحد ما تلاقي نفسك خلاص نسيت الفكره دي. خلاص يا سيدي عرفت انت عايز تقول ايه. ايه الحل؟ اول حل هو انك تصغر البدايه. بدل ما تقول لازم اخلص البروجكت كله، قول يا عم ماشي هشتغل مثلا اول جزء في البروجكت. بدل ما تقول اذاكر 6 محاضرات، قول يا عم ماشي ذاكر محاضرتين، صفحتين، سطرين. لانك لما تصغر البدايه انت مش بتضحك على مخك، لا انت يا دوب بتهدي الانذار اللي شغال جوه مخك، تقول له ده مش حوار يا عم، احنا هنقعد بس 5 دقايق نخلص النقله دي وخلص. والحل الثاني انك مش محتاج موتيفيشن اصلا، لا انت محتاج تنضبط او محتاج تبدا بس. الحل الثالث انك تكون رحيم بنفسك. يعني لما تبتدي تسوف او تبتدي تكسل ما تقعدش تقول ده انا فاشل ومفيش مني فايده، قول ماشي يا عم انا اتوترت واجلت، مفهوم، بس اقدر ارجع بقى اعمل حاجه صغيره دلوقتي. يعني قصدي ان الاهانه بتخليك تقف مكانك والرحمه بتخليك تبدا تاخد خطوات. يعني اغلب الانجازات الكبيره في التاريخ ما جاتش من مجرد لحظه كده، لا ده جت من انهم كانوا يقدروا يبداوا حتى في الظروف الصعبه. انك تكون قاعد بتشتغل رغم ان مخك بيقول لك لا كفايه، انك تقبل اول نسخه من اول عمل تعمله حتى لو ما كانش بالكواليتي الكافيه. ارجع لاول فيديو عملته هتلاقيه كوارث. وفي الاخر ارسطو عرف المشكله من اكتر من 2000 سنه، ليوناردو دافنشي عاشها طول عمره ما عرفش يحلها. فاما فيكتور هوجو فهو وصل لحل عبقري شويه، بمعنى ان التسويف مش مجرد عاده بسيطه، لا مع الوقت التسويف ده بيبتدي يعيد تشكيل حياتك. بروجكت يتاجل فيضيع، فرصه تتاجل فتتبخر، سنين تتاجل هتلاقي نفسك بتضيع سنين من عمرك. تحضرني هنا مقوله قريتها على الانستجرام وانا بضيع وقتي، إن أفنيت عمرك في جمع السلاح فمتى ستقاتل؟